خزندار متجها من منزله في ضاحية حلوان إلى محطة السكة الحديدية سائرا على قدميه، أفرغت في صدره رصاصات طبنجة من عيار 9 ملي ماركة باريت. كان الهدف هو الانتقام من الخزندار وإرهاب رجال القضاء إذا تقدم إليهم متهمون في قضايا مشابهة، وبذلك أصبحت أهداف الجهاز غير محصورة في مقاومة الاستعمار والصهيونية. قتل قاضي ومسلم ومدني ملوش علاقة، لمجرد ان هو حكم في قضية كانت منظورة قدامه، كان احد اطرافها او بعض اطرافها من الاخوان المسلمين. اتجه القاتلان صوب الجبل فحاصرتهما الشرطة وقبضت عليهما. بعد 5 شهور حكم على المتهمين حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم بالاشغال الشاقة المؤبدة. وعملنا مجلس محاكمة لعبد الرحمن. هل انت تلقيت امر والي الامام الشهيد؟ هل تلقيت امر من الامام الشهيد فقط خزندار؟ ودافع السندي عن نفسه في لجنة التحقيق التي رأسها الدكتور عبد العزيز كامل بتكليف من حسن البنا بهذه المقولة. قال لو رئيس الجماعة بيقول لو ربنا ريحنا من الراجل ده، ما هو ربنا ريحه منه عن طريق الجهاز. الامام الشهيد رقته، احنا بنحاكمه، بكى بنهيج عالي، يعني شعيب عالي، متأثر من الموقف. ازاي عبد الرحمن يفهم كلامه بهذا الشكل؟ قال انه بعد كده ما تعملش اي عملية الا بامر كتابي مني انا واكون ماضيه. اخوان النظام المسؤولين في النظام الخاص رفضوا هذه الفكرة واعترضوا عليها على فضيلة الأستاذ. خلاص مش معقول تكتب حاجة زي دي وتمضي عليها، إنما يبقى إحنا بس ما يعملش أي عملية إلا بوافقة المسؤولين الخمسة. سئل عبد الرحمن السندي عن لماذا أمر بقتل الخزندار، فقال المتهم أنه تصور أن عملية القتل سوف ترضي فضيلة المرشد، بس يعني، ولأن المرشد يعلم عن السندي الصدق فقد أجهش فضيلته بالبكاء. طيب، وبعد المسرحية دي بقى القرار كان بتاع المحكمة إيه؟ تحقق الإخوان من أن الأخ عبد الرحمن السندي قد وقع في فهم خاطئ في ممارسة غير مسبوقة من أعمال الإخوان، ورأوا أن يعتبر الحادث قتل خطأ، حيث لم يقصد عبد الرحمن ولا أحدا من إخوانه سفك نفس بغير نفس، وإنما قصدوا قتل روح التبلد الوطني في بعض أفراد الطبقة المثقفة من شعب مصر أمثال الخزندار. يعني هم قرروا تحقيق هدف سياسي، قتل روح التبلد في فئة معينة من المجتمع زي أحمد الخزندار، فقرروا أن يقتلوا روح التبلد بقتل أحد المتبلدين. وتنبه عليه أنه ممنوع أن يغلط في الغلطة دي مرة تانية، وعلى هذا استمر النظام ولم يمس عبد الرحمن في التنظيم على أنه اجتهد في أخطأ. واليوم الشهيد قال احنا علينا الدية، والحكومة تولت دفع الدية للخزندار وهي أموال الشعب ووصلتهم الدية، فيبقى الموضوع يعني منتهي. بس غلط لا يصح أن يقع في حد من الإخوان مرة تانية بعد كده. هذا هو المنطق الإخواني الذي كرسه الأستاذ حسن البنا في معالجة قضايا الإرهاب والقتل. دي نموذجي يوري إزاي أن هذه الجماعة كانت تمارس الإرهاب بقلب بارد. أنا لم أره يوما من الأيام مكروبا كربا شديدا مثل ما رأيت في اليوم ده. يعني بدا لي وقد كأنما فقد صوابه، لأنه شد شعره أمامي وقال كلمة لا أنساها: أنا أبي وهم يهدمون. أنا أقول لك ليه هو طلع ونافى حتة الخزندار. هو طلع لأنه ده كان أول حادث يوجه ضد شخص مدني وقاضي، ولم يكن هناك أي مبرر، فكان رد الفعل في الشارع المصري في هذا الوقت رافض تماما لهذه الجريمة.
في 15 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1948 وفي سقطة خطيرة انكشف النظام الخاص لرجال الأمن العام. عثر في أحد شوارع العباسية على سيارة جيب من دون أرقام تحتوي على قنابل وأسلحة وذخيرة ومتفجرات، ومعها خطط لعمليات نسف السفارتين البريطانية والأمريكية، ووثائق تحتوي على أسماء أعضاء التنظيم والشفرة السرية للاتصال بينهم، ودراسات حول أهداف مزمع تدميرها. اتضح من الوثائق والمضبوطات أن الإخوان هم المسؤولون عن حوادث التفجير التي وقعت في الشهور الأخيرة. كل هذا تم عن طريق المصادفة، لكنها مصادفة أهدت البوليس المصري دليلا قاطعا لإدانة الجماعة وعقلها المدبر. كل شهر سنتين جيب من واحد اسمه الطبولي في مصر الجديدة بياع سيارات، بنستخدمهم في أعمالنا العسكرية، واللي كانوا يستعملوه في نقل أوراق النظام الخاص من مكان حسوا إن هو مش أمين إلى مكان بيتقالوا إن هو أمين. المكان ده تصادف إنه الأخ اللي بنقول عنده الأوراق متخانق مع مخبر ساكن في نفس البيت، فالمخبر رايح لقيت سيارة جيب قدام البيت، كشف كده لقى فيها أسلحة وأوراق عسكرية وبتاع، امسك راحوا لقائدين قيادة السيارة هربوا، جروا وراهم، واثنين اتمسكوا وواحد هرب ما اتمسكش. أنا والآخر اتمسكنا، الثالث هرب. في هذا الوقت خرج الحاج مشهور يحمل شنطة فيها الخطط العمليات قادمة، فقبض على الحاج مشهور باعتباره أنه كان من ركاب السيارة الجيب ومعه هذه الشنطة. ومن هنا يعني تكشفت بعض العمليات التي كانت في الحسبان. بعد أيام من انكشاف النظام الخاص، وفي صباح يوم 4 من ديسمبر كانون الأول، اغتيل اللواء سليم زكي حكمدار شرطة القاهرة على يد طالب في جامعة فؤاد الأول. ادعت الحكومة أنه ينتمي إلى تنظيم الإخوان، وبذلك وصل التوتر بين الجماعة والحكومة السعدية إلى ذروته. ففي اليوم نفسه طلب حسن البنا من حامد جودة رئيس مجلس النواب التوسط لدى النقراش باشا رئيس الوزراء لبدء صفحة جديدة بين الحكومة والجماعة، لكن طلبه قوبل بالرفض، فأدرك المرشد خطورة الموقف. هو تم قتله عن طريق الصدفة، ليس عن عمد وليس عن تخطيط، لأن كان في مظاهرة في كلية الطب، وهو تقدم بقواته إلى كلية الطب، وكان يجلس على عربة مصفحة ويمسك في يده بمدفع رشاش، وكان ينوي قمع المظاهرة بالقسوة وبالقوة. وعلى العموم اللي حصل إن طالب ألقى بقنبلة من الدور الرابع فسقطت بين رجليه وانفجرت هذه القنبلة فمات للحظته. فكاتب الأخ محمود الصباغ بيقول إيه؟ كان إلقاء القنابل في المظاهرات من جانب المتظاهرين في هذه الأيام أمرا عاديا. أنا هقول مرة، ما أنا كنت بشترك في المظاهرات. مين اللي قال مكان القنابل؟ لم يكن يلقي القنابل إلا الإخوان المسلمين، إحنا كنا بنرمي الطوب. ده الفرق بيننا وبين الإخوان المسلمين، وهكذا ببساطة اتقتل سليم زكي. بذل البنا جهودا مستميتة لإنقاذ الموقف، حتى أنه حاول الاتصال بالملك وبإبراهيم عبد الهادي رئيس الديوان الملكي، لكنه لم يتلقى أي رد. كان العد التنازلي قد بدأ. في 6 من ديسمبر كانون الأول صدر أمر بإغلاق صحيفة الجماعة، وجاء العنوان الرئيس لجريدة الأساس لسان الحزب السعدي الحاكم أن أنباء سارة ستذاع قريبا. بعد يومين صدرت أوامر لقوات الإخوان في فلسطين بالعودة إلى المعسكرات. وفي 10 مساء اتصل عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية بحسن البنا ليبشره بأن هناك أوامر جديدة ستعلن في المساء من شأنها إنقاذ الموقف. تجمع عدد كبير من أعضاء الجماعة في المركز العام حول الراديو انتظارا للقرارات. في 11 مساء أذاع الراديو نبأ الأمر الصادر من الحاكم العسكري العام رقم 63 لسنة 48 بحل جماعة الإخوان المسلمين بكل فروعها في البلاد ومصادرة أموالها وممتلكاتها. أصدر هذا القرار بناء على مذكرة. بعد دقائق كان المبنى قد حوصر من كل ناحية بقوات الشرطة التي قبضت على كل من فيه. انتظر البنا دوره، لكن أحدا لم يتعرض له، فتشبث بسيارة البوليس لكنهم أبعدوه. كانت الأوامر القبض على كل أعضاء الجماعة عدا حسن البنا، لدرجة أنه طلب من الحكومة رسمي
انا احد الاخوان اللي انتم متهمينهم بكذا وكذا، وانا احد، بل بالعكس انا مسؤول، اعتقلوني، لانه حس ان في خطر من تركه وبدا يشعر بالشواهد. صدر في الازمه دي تعليمات الى النقراشي باشا ان يبيد الاخوان المسلمين باي ثمن، انتقاما من الدور العمليات اللي هم عملوها ضد اليهود. المسألة حزبية، فالحزب السعدي الذي كان يرأسه محمود فهمي النقراشي باشا حزب ضعيف وهزيل من أحزاب الأقلية، وكان يحب أنه يدخل الانتخابات ويكسبها، فكان يخشى منافسة الإخوان له في هذه الانتخابات. الذنب الكبير للإخوان المسلمين بالنسبة للبرجوازية المصرية إنها أرادت أن تحل مجموعات شعبية حقيقية خالصة في مراكز السلطة والنفوذ محل البشوات. كان من المتوقع أن يكون هناك رد فعل على قرار الحل، بل أن النقراشي باشا كان يتوقع أن يتم اغتياله، فشدد الحراسة على نفسه، لكن كل تحركاته كانت مرصودة بدقة. كان محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوزارة ورئيس الحزب السعدي والحاكم العسكري العام، فضلا عن كونه وزيرا للداخلية والمالية في وزارته. وكانت عناصر من الجهاز الخاص بقيادة عبد الرحمن السندي قررت اغتياله عقب قرار حل الجماعة، وبدأت في التخطيط. قرار النقراشي باشا بحل الإخوان المسلمين وصياغته التي لا تصدر عن مؤمن أثارت مجموعة من شباب الإخوان المسلمين أعضاء النظام الخاص إنهم يخططوا لقتله. يعني إيه حل هيئة؟ حل هيئة يعني قتلها، اغتيالها، لأن الهيئة شخصية اعتبارية، فإذا حلت فاغتيلت في حقيقة الحال. كان يعني إجراء إرهابي من الدرجة الأولى، وليس من الكثير أن يكون الرد عليه الاغتيال. ما اعتقدش ان ده صحيح، لانه رفض الاخر طبعا في فرق بين حركة التحرر الوطني اي القتال المشروع ضد قوات الاحتلال، وبين انك انت تقرر ان فلان ضد الجماعة فتقرر اغتياله. وبالتالي هذه الفكرة تكون خاطئة في الماضي وتصبح خاطئة في الحاضر، وإلا نفتح أبواب جهنم، إنه يعني كل واحد يختلف مع واحد يروح يقتله بحجة إن مرة يقول إن ده خائن، ومرة يقول إنه ده ضد الدعوة، ومرة يقول، لكن هم شرعوا لفكرة الاغتيال. الجزئية دي الشيخ حسن البنا أسقط في يده ولم يكن موافقا على هذا التصرف، ولا هذا التصرف بإرادته ولا برسمه، إنما هؤلاء الشباب اعتبروا أنه حل هذه الجماعة ده اعتداء على شرع الله واعتداء على الدين، وأن الذي فعل هذا لابد أن يعاقب حسب مفهوم. رجلا بمثل هذا الطيش العناد، عدم ملاحظة الاعتبارات، كان لابد أن يزاح عن الطريق بأي ثمن. في هذه المرة تم الاغتيال داخل بهو وزارة الداخلية نفسها وأمام أعين ضباط الشرطة. ولد لبس ضابط ودخل عليه في المصعد واداله الرصاصتين اللي قتلوه. كان ذلك في 10 من صباح يوم الثلاثاء 28 من ديسمبر كانون الأول عام 48. وفي الجنازة كان هناك من ينادي الثأر الثأر، لا مش من البنا عشان أكون أمين، هو كان الكلمة الوحيدة التي كان يقولها الدماطي في الجنازة الثأر الثأر، الثأر الثأر. وفي هذه الأجواء المحتقنة وبالرغم من حصار المرشد العام في بيته والقبض